السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دوري أبطال إفريقيا للعام 2024 هذه هي المباراة المرتقبة المنتظرة في مواعيد كبرى. هنا القلعة الحمراء، الأهلي حامل لقب البطولة صاحب الأرقام القياسية والبحث عن النجمة 12 هنا والوصول للمباراة النهائية للمرة 17 في تاريخه. رحلة البحث عن التتويج الجديد مع عشاق ومحبي المارد الأحمر في مواجهة تيبي مازيمبي الفريق الكونغولي اللي بيملك أيضا خبرات إفريقية ويملك 5 بطولات. تعادل سلبي كان في لوبومباشي في لقاء كان جامع الفريقين في الاسبوع الماضي يوم السبت الماضي، وهنا في استاد القاهره الدولي النادي الاهلي مع حضور جماهيري كبير ومع هتافات قبل انطلاقه المباراه. وفاتي ضغط اهلاوي المرمى الخالي لكن ضاعت الفرصه. الاهلي امامنا اهو في هذه اللقطه بالدم بالروح. افريقيا مش هتروح كومب لكن مقطوعه بالاهلي. احمد نبيل كوكا تمريره كوكا ترجع مره ثانيه. عمرو السوليه يلعبها حلوه عدت كره صراع مع تشيكوم. محمد هاني وتشيكوم يا ولد هاني قطع حلو. المشاركه مع الاهلي طبعا مع وجود حارس في قيمه مصطفى ده ان شاء الله الاهلي يحسمها مبكرا ويسجل مبكرا في 19 مباراه اماميه. كوره المساحات وادي امامنا كوره في مجموعه فيها بيراميدز المصري والوزيبو الفريق. بدايه اول دقيقه انطلاقه علي معلول والخبرات ولكن على كونغو الديمقراطيه اللي كانت احتلت مركز رابع في دفاع منظم. بيعود كرات العرضيه وسام ابو علي لكن ابو طويله بدار فاتي ايديه طويله وطول فارع 2 متر 1 سم امامنا لاحقا ان شاء الله. عادي امامنا على طول الكرات العاليه محاولات من للنهائي ان شاء الله فيما هو قادم. الكرات العاليه الراسيه خطيره. مصطفى شوبير يا ولد كرة تعود مرة ثانية استلام وسط ملعب كله مش معقول. كل ما واحد يقع اللعب يتوقف على طول. الكرات الأمامية صراع في الألعاب الهوائية بالحضور الجماهيري. كولر ورأسية الهدف الأول. الهدف الأول رأسية الهدف الأول عبد القادر ولكن حارس المرمى كورة بيرسي تاو اللي عمل يعني إزعاج في هذه الجبهة أمام سان داونز. كان التعادل السلبي. بص الدكة قفشة مع انضمامه للتشكيلة الأساسية مرة ثانية. هنا فضولية مرتين بطل سوبر 3 مرات لكن الأهلي أمامنا ترجع مرة ثانية انطلاقة زيمانجا خطير يا ولد. بيرسي تاو يعود بيرسي تاو مرة ثانية ضغط عمرو السولية نوتومبوي كرة الأمامية لكن التغطية الدفاعية النهارده بيلعب للمرة الثانية كأساسي في هذه البطولة بعد ما لعب علي معلول وكنزومبي لكن خبرة علي على طول يا ولد اللي موجودة عبر الشاشات طبعا اللي بتتابع المباراة وتقول يا ولد حلوة السولية هي لكن حارس المرمى لكن فاتي أمامنا هو عمرو السولية يضيع جملة حلوة اتعملت من علي معلول وكان هيسجل عمرو السولية. كرات الأمامية محاولات الأهلي لكن المرة طويلة سامية. أول مرة أشوف هذا الموقف بيا ومحمد عبد يا ولد تمريرة حلوة قوي. علي معلول سريعة شوية كورة علي لكن طويل 5 مقابل 35.5 5 محاولات حتى الآن. تشيكومبا 18 عام تشيكومبا لكن شوف هنا الكثافة الدفاعية. كابتن الخطيب كل سنة والنادي الأهلي شامخ بقيمه ومبادئه كل سنة وصولا نتمناها تستمر طبعا وفاء لجماهير الزمالك. هذه المباراة أسماء كثيرة. وادي أمام بيرسي تاو هدف أول. المباراة السادسة في تاريخ اللقاءات طبعا مع نادي مازيمبي. إلى خارج المكرم عنده الشخصية أكرم تمريرة إلى علي معلول عرضية لكن هناك راية وفي تسلل أمامنا. حكم اللقاء الحكم الكيني على فكرة مدرس في جامعة من اليمين المرة دي. محمد هاني عملها حلوة قوي. هاني يا وسام ابو علي يا وسام ابو علي كنا هنديك الوسام عنده هدفين على طول. استلام المره دي وسام ابو علي هل فيها شك طبعا في هذه المباراه دكه البدلاء. استلام محاوله هنا العرضيه كانوا موجودين في ملعب المباراه. كل بيتابع القلعه الحمراء. حمايه امامنا هو في مساحه خطيره. زيمانجا يا ساتر زيمانجا قويه. اول كوره لكن بعيده عن المرمى ب4-5 ياردات من فوق الأهلي في الفتره الحاليه في العاب الصالات. تفطن بقى الى هذا الامر. يا ساتر و8 بطولات على مستوى السوبر وال10 مشاركات طبعا قوي يا ولد. حطها في المساحه بيرسي تاو قصيره شويه كوره لكن تنزانيا وبعد كده فوزت لا شيء في هذا الملعب. عدى من اللاعب ايتوبو ولكن ركنيه يا ولد عبد القادر احمد عبد القادر مازيمبي في هذه الكرات. محمد هاني التغطيه العكسيه امامنا هنا يعني وسام لعب في الانديه الاوروبيه سواء في الدنمارك ولا في السويد
ملعوب على طول كرة في المرمى، لكن شوط اول استحواذ اهلاوي 63 مقابل 37. اداءت مبكره، كرة خطره جدا ترجع، لكن مصطفى شوبير يا ولد على الثقه. كرة خطيره، الكرة اللي فاتت دي رجعت له قويه قوي الكرة اللي فاتت، لكن تعامل معاها بشكل مميز. كرة رجعت، فرصة بيرسي تاو ودي احمد عبد القادر يحييها مرة ثانية، ولكن الى خارج الملعب. فرصة كبيرة للاهلي. الاهلي لازم يخلص. بص كرة حلوة يا ولد عبد القادر من نجوم اللقاء. 17 في التاريخ طبعا هذه البطولة للنادي. ذلك ايضا مع منتخب النمسا في اوروبا 2016. ودي امامنا تصل الى اللاعب كنزومبي خطيرة. يا ساتر يا ساتر، هدف التقدم عن طريق اللاعب جويل بيا. هدف تقدم جويل بيا في الدقيقة كام؟ الدقيقة 58. خطأ في التمركز الدفاعي في هذه الحالة. حكم اللقاء هيعود للفار. حكم اللقاء سيعود للفار. كرة كان فيها التحام هوائي ما بين اللاعب اللي هو رقم مباراة في طريقه لإلغاء الهدف، والهدف ملغي. الجمهور لم يتوقف وركنيات لم تستغل، وهي جول. هي جول أهلاوي. جول أهلاوي عن طريق محمد عبد المنعم. موعد دائم مع الأهداف التاريخية. محمد عبد المنعم يضع الأهلي في المقدمة. اتكلمنا على عدم استغلال الركنيات. محمد عبد القادر يعني احمد عبد القادر كان مميز. محمد عبد المنعم امامنا هو بيسجل دائما. سجل في الرجاء في 22، وسجل في المنستير والرجاء وسان داون، وهدف الاغلى في تاريخ الاهلي في البطولات الافريقيه طبعا مع هدف ابو تريكه في مرمى الصفاقسي 2006. موامبا خطير، عرضيه خطره علي معلول قوي من جانب كوكا. تمريره حلوه لكن طويله، تمريره حلوه. الراس الاخضر في هذه البطوله الافريقيه يصل للرقم القياسي اللي عند الترجي 20 مباراه متتاليه يعني محببه في الملاعب المصريه. لقطه وما بين فريق نادي طبعا سان داونز. الله عليك يا وسام، الله عليك يا وسام. ادي معلول ملك الحلول، ولكن المره دي الحل